السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جينا لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هنلف في منطقة يعني ما لفناش فيها قبل كده خالص، وكتير منكم ومن اهل اسكندرية بنفسها ما يعرفهاش زي ما عودتكم وزي ما عملت. يعني ان شاء الله شغاله في النوع ده من الفيديوهات. صورت لكم ابو سرحه، صورت لكم برضو حتت من جوه في المعموره، وبنحاول قدر الامكان نشوف ارخص المحلات واجود الانواع وكمان المناطق برضو، علشان اللي جوه اسكندريه واللي بره اسكندريه ينتفع ان شاء الله. يعني اي حد ليه نيه مثلا يبقى يشتري حاجه وهو جوه اسكندريه يلاقي الاماكن الحلوه والرخيصه مثلا، وكذلك اي حد بره مثلا عاوز يشوف الاحياء من جوه علشان يعرف مثلا هو عاوز مثلا يعيش او اي حاجه ايا يكن. يعني باذن الله ربنا كده ينفعكم وينفعنا. هنشوف باذن الله النهارده منطقه العوايد بقى من جوه. العوايد يا جماعه عباره عن عزب ومناطق كده محدش يعني حرفيا غير اهل اسكندريه بقى كده هم اللي يعرفوها. هنشوف مع بعض باذن الله المراغي، وهنشوف البكاتوشي، وهنشوف كمان الزوايده. يعني في اسامي كتير، في بقى كمان عزبة محسن وعزبة مش عارفه ايه البحر وحاجات كتيره جدا، بس طبعا ده كله مش هينفع في فيديو واحد. فلو حابين النوع ده من الفيديوهات اكتبولي علشان ان شاء الله باذن الله نكمل ونكمل بقى المناطق اللي ما شفناهاش. واهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي اماكن جديده اللي ساكن في مناطق من جوه او شوارع من جوه. باذن الله برضو ناويه على مناطق تانية، يعني ان شاء الله هتشوفوا حاجات جديده الفتره الجايه. خلوها مفاجاه بقى، مش عاوزه اقول لكم عشان ما احرقهاش، وباذن الله فيديوهات تعجبكم. اخدت انا بقى من الساعه مشروع العوايد، واللي هو احنا حاليا دلوقتي دخل بينا من عند عمارات جاردينيا اللي في السيوف. وهنبدا كده زي احنا شايفين كل دي كده السيوف، كل اللي احنا ماشيين عليه ده كده السيوف القبلي بقى. هنفضل ماشيين كده وعدينا على جنينه السيوف. هي مش جنينه بالمعنى الحرفي، يعني حديقه صغيره كده اللي هو بتبقى شكل اخضر كده ورسمه كده لطيفه. وطبعا ده عشان النهارده الجمعه الناس بقى بتصلي وخارجه من الصلاه وحاجات، ربنا يتقبل منهم يا رب. وبعد كده بقى هنبدأ ندخل في شارع جميل ابو حريد، ونشوف برضو حديقة جميل ابو حريد اللي هي برضو صغيرة. واحنا ماشيين هنعدي بقى على شركات زي ما احنا شايفين بيسكو مصر، عدينا على الغزل والنسيج. في شركات كتيرة في المنطقة دي. هي دي بقى جنينة جميل ابو حريد اللي قلت لكم عليها، وشارع جميل ابو حريد اللي احنا ماشيين فيه. كل دي برضو السيوف كده ورايحين في اتجاه العوايد. هننزل بقى ان شاء الله عند العوايد عند المطافي. فادي كوبري العوايد اهو. اتسمت بقى العوايد بالاسم ده علشان هي كانت اخر مكان في اسكندرية يعني في قرى وعزب اللي هي تابعة لمحافظة البحيرة. خلاص، وده كان بيسهل بقى الخروج والعودة تاني لاسكندرية. يعني كان الناس طبعا اللي في العزب اللي في البحيرة بيدخلوا على العزب اللي في اسكندرية ومنها الاسكندرية وكذلك العكس. فده اللي خلاها تتسمى بالعوايد، اللي هو العودة يعني. طبعا بقى وفي عزب كتير زي ما قلنا، اهمها عزبة القلعة وعزبة محسن وعزبة سكينة والجديدة والقديمة ومدينة ناصر. كده احنا هنا عند المطافي زي ما قلنا. وطبعا بقى في حاجات الخضار والفاكهة والمبيعات كلها. والمطافي المنطقة دي اسمها كده علشان خاطر في وحدة اطفاء، يعني في مطافي كبيرة ما شاء الله عدينا عليها برضو. والعوايد جنب محور المحمودية، وممكن الناس تدخل العوايد طبعا عن طريق محور المحمودية. وفيها كمان مصنع شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيميائية، وفيها محطة السيوف لمعالجة مياه الشرب. كده احنا بدأنا ندخل بقى في شارع العوايد البكاتوشي، واخره هنلاقي تقاطع. التقاطع ده هيكون عزبة المراغي او شارع المراغي القديمة. وهنشوف باذن الله حاجات حلوة فيه. يمكن ان شاء الله اكملها لكم الفيديو اللي جاي علشان وقت الفيديو ما يطولش. ولو كملنا بقى التقاطع ده ومشينا كملنا بعديه هنلاقي نفسنا بقينا في الزوايدة. طبعا بقى بما انها عزب كده جنب بعضها فبرضه الناس بتبقى عارفة بعضها، زي نفس الكلام اللي قلنا قبل كده في الاصلاح وغيرها. والبيوت زي ما احنا شايفين بتبقى كده دورين 3، يعني بيت عيلة طبعا.
وفي برضو عمارات عادية وناس مؤجرة برضو، بس يعني بيغلب عليها كده. والجزارة بقى زي ما احنا معديين بقى، والقطن والتنجيد برضو شفته في الأماكن دي. مساجد زي ما احنا شايفين برضو. وعاوزة بقى أكلمكم في نقطة يا جماعة، يا ريت نعود الأولاد كده على الطهارة والنظافة. والطهارة والنظافة دول اللي هما مش الخارجيين، لا الداخليين. يعني سيبنا من الطهارة الخارجية دي، اللي الإنسان يكون نظيف وحلو وكده ويتعودوا كده ان هم دايما يعتنوا بنفسهم وبنظافتهم وريحتهم وكل الحاجات دي كلها. ده شيء مفروغ منه، يعني مش هنتكلم فيه. اما بقى المهم واللي الناس كتير يعني ساهي عنه، النظافة الداخلية او الطهارة كده، اللي الانسان يكون على الفطرة وقلبه سليم، ما بيحملش احقاد. لان الاولاد لما بيشوفوا امهم وابوهم بيتكلموا على ده او ده، او مثلا بيغلوا في ده او ده، او وبيحقدوا على الناس او منافسين، بيطلع شارب كل ده بالظبط، وبيطلع نسخة طبق الاصل من يعني ابوه وامه. فنحاول قدر الامكان ان احنا يعني لو كنا احنا مثلا فينا الخصلة دي او مش عارفين نصلحها، نحاول قدر الامكان ان العيال ما يسمعوش الحاجات دي او ما يشربوش وما يبقاش ده طبعهم هما كمان، علشان تاخدوا ثواب باذن الله. يعني كل ده انتوا هتسألوا عن ده. مش بس كده، ده كمان هيطلعوا أسوأ من الأب والأم، بسبب إن هما بياخدوا خبرة الأب والأم في سنين صغيرة، في سن صغير، ياخدوا كل الحاجات اللي كده دي من حواليهم، يتشبعوا بيها، فيطلعوا بقى مش كده وبس، لا يطلع عندهم كمان خبرات بقى اللي هيعيشوها كمان، وتجارب صحابهم وحبايبهم وكده. فيطلع الإنسان بقى يعني ربنا وحده العالم بيه. والناس بقى اللي بيحصل لها كده بيبقى قلبها مش قادر يفرق بين الخير والشر، قلبها بيبقى اسود كده، مش قادر يتشبع بالايمان او يحس بالايمانيات، مش قادر يحس مثلا بقراءة القرآن، مش قادر يحس فعلا ان الصلاة مثلا هتفرق معاه. كل ده هتلاقيه عنده تلاشى. يعني قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم يعني اتكونت كده حاجة زي قشر او غطا كده، ما بقوش خلاص ان هو قلبهم يبقى طيب زي الناس العادي، زي الفطرة، زي الطبيعي، من ظلمة المعاصي. تكملة بقى الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مش بس كده، مش في الدنيا بس هيبقى فيه كده قفل كده على القلب أو غشاء أو أي حاجة، لا ده كمان هيبقى في الآخرة عن ربهم لمحجوبون. ده دي تبقى يعني مصيبة كبيرة إن هم يكونوا محجوبين عن رؤية ربهم يوم القيامة. وفي آية تانية برضو: أم على قلوب أقفالها، يعني من كتر الإنسان وعمايله خلاص بيبقى القلب ده عليه زي القفل كده، مفيش استجابة لأي حاجة، مفيش حاجة بتأثر فيه. وعلى ايه كل ده؟ يعني الدنيا مش مستاهلة. ده هو في الآخر أساسا احنا عايشين علشان نعمل لآخرتنا، مش عشان خاطر نضيع كل ده وفي الآخر يبقى الإنسان مصيره يعني كده. ربنا يعني يبعد عننا وعنكم أي أذى يا رب، ويكتبنا كده من أهل الجنة جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كمان مش بس كده، برضو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني ربنا مش بينظر لصورتنا ومالنا، لا طبعا هو بينظر فعلا لقلوبنا وأعمالنا، أعمالنا الصالحة الخالصة لوجه الله، أعمالنا كده. مش الناس بقى اللي بقت ماشية تضحك على الناس طول الوقت دلوقتي وتغشها وتعمل حاجات كده يعني حرام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دايما بيعلم أصحابه يعني الدعاء ده: اللهم إني أسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا. يعني فعلا ما ننساش بالله عليكم تدعوا في الدعاء الجميل ده مع كده، يعني مرة حتى في اليوم الإنسان يكون كده فعلا قلبه سليم ولسانه صادق، هو هيرتاح واللي حواليه هيرتاحوا وسيرته هتبقى طيبة. وهو الإنسان عاوز إيه غير إنه يكون ليه سيرة طيبة؟ هي دي اللي هتبقى بعد ما الإنسان ده يعني يفنى، وكلنا هنفنى في النهاية. كمان ندعي كده برضو زي ما في القرآن في آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني يا ريت كلنا نعيش في الدنيا كأننا عابر سبيل، فالدنيا يعني ما هي إلا طريق هنمشيه، وفي الآخر يا إما نلاقي جنة يا إما نلاقي نار. طبعا يعني ربنا ما يكتبش على حد أبدا النار، وأعوذ بالله من النار.